كشف رسميا وزير الخارجية السيد رمضان الله عمامرة تفاصيل زيارة الرئيس عبد المجيد تبون إلى روسيا بعد دعوة رسمية من نظيره الروسي فلاديمير بوتين. ونقلت وكالة سبوتنيك الروسية تفاصيل جديدة عقب تصريح إعلامي خاص به الوكالة الروسية من فرنسا على هامش أشغال منتدى السلام بباريس. ونقلت وكالة سبوتنيك الروسية عن وزير الخارجية الجزائري رمضان الله عمامرة تأكيده بأنه يتم التحضير لزيارة الرئيس عبد المجيد تبون إلى موسكو بشكل نشط على أمل إجرائها قبل نهاية العام الحالي. وقال وزير الخارجية الجزائري للوكالة الروسية على هامش منتدى باريس للسلام: نتمنى أن تتم الزيارة قبل نهاية العام، والآن يتم الإعداد لهذه الزيارة وهي مهمة لكلا بلدينا، ونحن نشارك بنشاط وإيجابية بالتحضير لها. وأضاف رمضان الله عمامرة: لدينا برنامج تعاون واسع النطاق وطويل الأمد، فالجزائر وروسيا شريكان ومهمان لبعضهما البعض، ونجري حوارا سياسيا رفيع المستوى، ونأمل أن تكون زيارة الرئيس عبد المجيد تبون إلى روسيا بداية مرحلة جديدة في علاقاتنا. هذه الزيارة ستدفع بالعلاقات الجزائرية الروسية نحو واقع أفضل وأقوى ومتين بعيدا عن تجاذبات الدول الكبرى. وأشارت تقارير إعلامية بأن العلاقة الروسية الجزائرية لا تعني أبدا انخراط الجزائر ضمن مخططات الروس، فالجزائر دائما ما تحافظ على شخصيتها الدولية رغم تحالفها القوي مع الروس أو الصين وخلافها الأيديولوجي مع أمريكا والغرب.